اتفضلي يا حماتي، اتفضلي يا طليقة جوزي، عصير وكيك احتفالا بخيبتكم. خلاص طبختم الطبخة سوا وعايزين تلبسوها لي؟ رد مازن بذهول وقال: احنا مطلعين الخاتم الألماس ده من دولابك. هتقولي ايه تاني يا ليلى؟ انا بس عاوز اعرف الخاتم وصل دولابك ازاي. قوليلي اي حاجة وانا هصدقك. طول عمري كنت بسأل ازاي واحد محترم وطيب زيك يتجوز واحدة زي سلوى، لكن لما عاشرت والدتك عرفت إنها نسخة منها. تفتكروا سلوى هتقدر ترجع علاقتها بمازن مرة تانية بعد ما دمرت كل حاجة حلوة بينهم، ولا خلاص زميلته في المكتب خطفت قلبه؟ تعالوا نشوف القصة بدأت منين. من فضلك يا سيدنا الشيخ تخلص إجراءات الطلاق بسرعة، أنا ما عنديش أي نية للصلح. خلاص كل واحد فينا يشوف نصيبه مع حد تاني. يا ابني فكر شوية، ادي مراتك ست زي الفل ومش هتلاقي زيها تاني. والله ده شيطان ودخل بينكم. بعد إذنك يا ماما ما تتدخليش في الموضوع ده، احنا خلاص فكرنا واخدنا قرار الطلاق، واكيد سلوى متفقة معايا في كل كلمة قلتها. ردت سلوى بحزن وقالت: ما تتعبيش نفسك يا حماتي، هو كده كده مش عاوزني ولا حابب الصلح، شايفني ست نكدية وسبب تعاسته، وانا كمان مش عاوزاه. وفعلا لمت سلوى كل هدومها واخدت متعلقاتها الشخصية، واتفقت هي ومازن على كل اجراءات الطلاق، واداها كل حقوقها. ورجعت سلوى على فيلة باباها الفخمة وهي في قمة الضيقة والحزن. أما مازن فكان قاعد هو ووالدته فوقية بيشربوا القهوة مع بعض وبيتكلموا في وضع مازن بعد الطلاق. وفوقية قالت بغضب: يا ناس يا عالم، بقى في حد عاقل يعمل اللي انت عملته ده؟ انت يا واد انت هتجنني. ازاي تتخبط في مخك وتطلق بنت صاحب الشركة اللي انت شغال فيها؟ انت عارف البت دي ابوها غني قد ايه؟ مش كنت صبرت عليها شوية؟ هي عملت ايه يعني كل ده عشان تطلقها؟ رد مازن بغضب وقال: عملت ايه؟ من فضلك يا ماما ما تتكلميش معايا في الموضوع ده ولا تجيبيلي سيرة الإنسانة دي تاني. ليه بقى إن شاء الله؟ أنا عاوزة أعرف السبب ودلوقتي حالا. أنا أمك ومن حق أعرف عنك كل حاجة. رد مازن بغضب وقال: لأنها مش محترمة وبتعلي صوتها عليا، وكل شوية تجيبلي سيرة أبوها وفلوسه، وعاوزاني أضحي بمبادئي وأعمل صفقات مشبوهة عشان هي تعيش في نفس مستوى الرفاهية اللي كانت عايشة فيه عند أبوها. فوقية بصت لابنها بحيرة وخوف، ما كانتش عاوزة تزود حزنه وتدوس على جرحه من مراته أكتر من كده. حبت تستنى شوية لحد ما الأمور تهدى وبعدين ترجعهم لبعض. أما تاني يوم نزل مازن شغله بعد ما ساب شركة حماه وقدم في شركة مقاولات كبيرة، وده لأنه كان مهندس شاطر جدا، وهناك جمعته الصدفة بليلى. وفي يوم كانوا قاعدين في المكتب بيشتغلوا على مشروع مهم جدا، ومازن قال: بقولك ايه يا ليلى، ايه رأيك نخرج نشرب قهوة مع بعض؟ بصراحة كده عاوزة أكلمك في موضوع مهم أوي، وما ينفعش أكلمك فيه هنا في المكتب، لازم نبقى لوحدنا. غريبة يعني أنت من ساعة ما جيت الشركة عمرك ما قلتلي حتى صباح الخير، وطول الوقت بتتجنب الكلام معايا، لدرجة إني حسيت إنك متضايق مني في حاجة وأنا مش واخدة بالي. ياه، هو أنا كان دمي تقيل للدرجة دي؟ أو أنا مش واخد بالي؟ عامة يا ست أنا آسف، ولما نخرج النهاردة مع بعض هحكيلك على كل حاجة وأعرفك أنا ليه كنت حزين طول الوقت. وبعد ساعتين وصل مازن الكافيه وكانت معاه ليلى، ومازن قال: بصراحة كده يا ليلى أنا مطلق، والكلام ده حصل من حوالي سنة ونص، ورغم إني اتجوزتها عن حب إلا إني اكتشفت حقيقتها بعد الجواز. وطبعا انت عارفة إن قرار الطلاق صعب جدا، خاصة لما تنفصل عن إنسان كان في بينك وبينه حب وعشرة وأوقات حلوة، لكن للأسف ما كانش قدامي حل تاني. هو ده السبب بقى اللي كان مخليك حزين طول الوقت؟ أنا فعلا عمري ما كنت أتوقع إنك بتمر بحالة زي دي، بس برضه عاوز أفهم أنت ليه كنت بتتجنبني أنا بالتحديد؟ لأنك كنت بتتكلم مع كل الناس عادي إلا أنا. بصراحة يا ليلى أنا أول ما شفتك أعجبت بيكي جدا، وحسيت براحة وقبول من ناحيتك. عارفة لما تحبي حد من أول لحظة؟ أنا بقى حصل لي كده بالظبط. بس أنا وقتها كنت طالع من تجربة طلاق وخفت أظلمك معايا، ما كنتش عاوز أعلقك بيا غير لما أنسى العلاقة القديمة بشكل كامل وأقدر أفتح معاكي صفحة جديدة. على فكرة بقى يا مازن أنت إنسان ناضج جدا، وأنا محظوظة بيك واحترمتك جدا لما أخدت وقتك وحددت مشاعرك ناحيتي، وأنا كمان معجبة بيك من زمان. ولما وصل مازن البيت
قعد يتغدى مع والدته فوقية، وفوقية قالت: أنا ملاحظة كده إنك متغير، وشك منور وعينيك بتلمع. انت وقعت على كنز ولا ايه؟ قولي يا واد يا مازن، ما تخبيش عليا. شكلك كده هترجع مراتك، صح؟ ماما لو سمحتي، انا مش قلتلك 1000 مرة ما تفتحيش الموضوع ده تاني؟ هو انت لازم تنكدي عليا وتجيبيلي سيرتها؟ انا ما صدقت نسيتها، ونسيت وجعي منها. ويا ستي لو عاوزة تعرفي السبب، في واحدة تانية هخطبها قريب ان شاء الله، زميلتي في المكتب، وعلى فكرة هتعجبك اوي. يا مصيبتي، يعني مش هترجع سلوى مراتك بنت الأصول والناس الأغنياء، ورايح تتجوز واحدة لا نعرف أصلها ولا فصلها؟ وافرض بقى طلعت فقيرة وما حلتهاش حاجة، هنعمل ايه؟ من فضلك يا ماما شيلي موضوع سلوى ده من دماغك، أنا مش هرجع لها مهما حصل ومهما عملت. دي واحدة ما تلزمنيش لا هي ولا أهلها، أنا خلاص اخترت بنت الناس اللي هتريحني وتعرف قيمتي. وبعدها نزل مازن من البيت، وفوقية كانت متعصبة جدا وحاسة إن كل حاجة بتروح من إيديها، وده خلاها تتصل بسلوى طليقة مازن. ولما ردت فوقية قالت: أيوة يا سلوى يا حبيبتي، أنا عندي ليكي خبر كده مش هيعجبك. أنا وعدتك إني هأثر على مازن عشان يرجعك، لكن يظهر كده إن البت زميلته اللي في المكتب عرفت توقعه، وقال إيه عاوز يخطبها. أنا قلت أقولك يمكن نلاقي حل قبل ما الفاس تقع في الراس ويتجوزها. بتقولي إيه يا طنط؟ دي تبقى مصيبة. انتي عارفة إني مش ممكن أتنازل أبدا وأسيب مازن يروح لواحدة تانية غيري، إحنا لازم نتصرف ونخلص من البت دي. وفاتت الأيام، وكل محاولات فوقية إنها تخلص من ليلى وتفرق بينها وبين مازن انتهت بالفشل، والجواز فعلا تم. أما مازن فكان بيعامل ليلى وكأنها أميرة، وكل طلباتها كانت مجابة. وفي يوم كانوا قاعدين كلهم بيتغدوا مع بعض، وفوقية قالت بخبث: إلا انتي يا ليلى كنتي فين امبارح؟ أنا اتصلت بوالدتك على الساعة 7، وانتي وصلتي البيت الساعة 10، كنتي فين ال3 ساعات دول؟ ردت ليلى بثقة وقالت: أبدا، كنت بشتري شوية حاجات من مول جنب بيت ماما. أنا استأذنت من مازن قبل ما أتأخر، وهو عارف أنا كنت فين. رد مازن بغضب وقال: خلاص يا ماما، خلصت التحقيق، أنا عارف مراتي كانت فين، مفيش داعي للأسئلة السخيفة دي. الحق عليا يعني بطمن عليها وبشوفها اتأخرت ليه وكانت فين ومع مين. رد مازن بقلق وقال: تقصدي ايه يا ماما بجملة مع مين؟ وانا اعرف منين؟ انت راجلها وادرى بيها. ونزلت فوقية لشقتها بعد ما شعللت الغيرة في قلب ابنها من ناحية مراته، وشككته فيها في لحظة رغم ثقته الكبيرة في ليلى، إلا إنه زي أي راجل اتأثر بكلام والدته. وتاني يوم نزلت ليلى الشغل هي ومازن كعادتهم، ووصلوا المكتب وخلصوا الشغل المتأخر عليهم. وفجأة بعت المدير طلب حضور ليلى المكتب، ولما دخلت المدير قال: اقعدي يا مدام ليلى، الحقيقة كنت حابب اخد رأيك في فكرة جديدة ممكن نعملها هنا في الشركة، والفكرة دي هتنقلك انتي ومازن نقلة تانية خالص. النهاردة بالليل انا عازمك على العشاء انتي ومازن عشان نتفق على كل التفاصيل، وفي بقى مفاجأة لو حابين يبقى ليكم جزء من الأرباح، تقدروا تشاركوا بأسهم وتضاعفوا راتبكم. ردت ليلى وهي مش مصدقة وقالت: بجد يا فندم؟ ده أحلى خبر سمعته في حياتي. أنا ممتنة جدا لثقة حضرتك فينا أنا ومازن، وإن شاء الله هنكون عند حسن ظن حضرتك يا كامل بيه. وبعدها بساعة رن تليفون كامل، وكان رقم متسجل باسم سلوى فايز. ولما رد سلوى قالت: عملت اللي طلبته منك، أنا عاوزاك تطمعها على قد ما تقدر، وتعمل لها البحر طحينة، وتحسسها إن معاك مصباح علاء الدين وفي إيدك طاقة القدر اللي هتتفتح لها. رد كامل بيه بثقة وقال: اطمني، اعتبري الموضوع ده منتهي تماما، دي حتة بت لا طلعت ولا نزلت، واقدر اوقعها بمنتهى البساطة واجيبلك فيديو كامل ليها. انتي طلباتك اوامر، انا مش ممكن اخسر حد زيك انتي ووالدك ابدا. فايز بيه جمايله مغرقاني، واعتبري المهندس مازن رجعلك من دلوقتي يطلب السماح والرضا. اما ليلى رجعت المكتب وحكت لمازن على كل التفاصيل، وان فرصة العمر جات لهم على طبق من دهب. ومازن رد وقال بذهول: معقولة كامل بيه يختارنا من وسط كل موظفين الشركة ويدينا فرصة زي دي؟ عشاء عمل مع مدير الشركة وأسهم باسمنا؟ أنا أكيد بحلم. انت عارفة يا ليلى لو الحلم ده اتحقق
أنا مش عايز أي حاجة تاني من الدنيا. هيتحقق إن شاء الله، وهتعوض كل اللي فاتك. أنت طيب يا مازن وتستاهل كل خير. وبالليل كامل بيه قابل مازن وليلى في مطعم فخم جدا، ونزلت أغلى الأطباق على الترابيزة، وتمت الصفقة. ومازن ما كانش مصدق نفسه ولا متخيل اللي بيحصل. وتاني يوم كامل طلب ليلى تجيله مكتبه، ولما دخلت كامل قال بخبث: ايه رأيك بقى يا ليلى في عزومة امبارح؟ انا عامل كل ده عشانك انتي وبس، عشان خاطر عيونك واشوف الضحكة مرسومة على وشك. ردت ليلى بذهول وقالت: عشاني انا وبس؟ مش فاهمة حضرتك تقصد ايه، يا ريت توضح كلامك. بصي كده انا جبتلك ايه. الخاتم ده اول ما شفته حسيت انه اتخلق عشان انتي اللي تلبسيه. ردت ليلى بغضب وقالت: ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ انا مش ممكن اقبل هدية زي دي ابدا. وبمناسبة ايه اصلا تجيبها لي؟ انا ست متجوزة، واكيد مازن مش هيقبل حاجة زي دي. وايه اللي جاب سيرة مازن دلوقتي؟ هو هيعرف منين حاجة زي دي؟ دي حاجة بيني وبينك، ولما تجيلي شقتي هجيبلك الكوليه بتاعه. ها، ايه رأيك؟ شفتي بقى انت غالية عندي قد ايه؟ انت راجل منحط وسافل، وانا اسفة لنفسي اني اشتغلت في شركتك في يوم من الايام. انت تقدر تشتري اي حاجة بفلوسك يا كامل بيه، الا الشرف والمبادئ، ما تقدرش عليهم بكنوز الدنيا. في الوقت ده اتصلت سلوى بكامل وهي في قمة السعادة وقالت: طبعا خدت منك الخاتم وهتجيلك البيت. انا عاوزاك بقى تصورها فيديو عشان اعرف افضحها واخرب بيتها. للأسف لأ، البت طلعت مش سهلة ابدا، ورفضت تاخد الخاتم او تجيلي البيت. شكلها كده محترمة وبتحب جوزها. انا كده عملت اللي عليا ومش هقدر اتدخل اكتر من كده. اما ليلى خرجت منهارة من مكتب كامل، ورجعت على البيت من غير ما تقول لمازن اي حاجة خالص. ولما وصلت طلعت شقتها ترتاح من الصدمة اللي عدت بيها. لكن وهي على السلم سمعت حماتها بتتكلم مع واحدة غريبة، وباب الشقة مفتوح. في الأول ما كانتش مركزة، لحد ما سمعت حماتها بتقول: يعني انتي متأكدة ان مديرها في الشغل هيعرف يخلصنا منها؟ حاكم دي لابدة في ابني زي القرادة، وكل مصيبة تطلع منها زي الشعرة من العجينة. انا معرفش يا طنط انتي بتجيبي الكلام البيئة ده منين. لا يا ستي، مديرها معرفش يعمل معاها حاجة، طلعت شريفة. بس أنا بقى مش هسيبها، وعندي ليكي خطة هتخلصنا منها خالص. خطة ايه دي يا سالو؟ قولي، أنا سامعاكي ومستعدة أنفذ أي حاجة تطلبيها مني. بصي بقى، أنا جايبالك معايا خاتم ألماس، تمنه أغلى من بيتكم ده كله. هتحطيه في وسط هدومها، ولما يجي مازن هنعرفه إنها واخداه من مديرها، وطبعا انتي عارفة الباقي بقى. فوقية اتحمست جدا للموضوع، وفعلا طلعت الشقة وحطت الخاتم وسط هدوم ليلى. لكن اللي ما كانتش تعرفه إن ليلى صورتها فيديو وهي بتحط الخاتم الألماس في دولابها. وبعدها نزلت شوقية شقتها وقعدت مع سلوى. وفي الوقت ده وصل مازن من الشغل، ولما دخل قال: سلوى، انت ايه اللي جابك هنا؟ بعد إذنك يا ماما، انت ما شفتيش ليلى؟ هي ما جاتش لحد دلوقتي؟ دي كانت عند المدير ومن ساعتها ما شفتهاش، ومش هتيجي. انت ما تعرفش انها مصاحبة مدير الشركة، وعشان خاطر عيونها مسكك المشروع الجديد ومضى معاك عقد عمرك ما تحلم بيه. انتي تخلصي خالص، انا مراتي اشرف منك ومن ابوكي، وياك يا سلوى تجيبي سيرتها على لسانك، وما تحلميش ان ممكن ارجعك في يوم من الايام. ردت سلوى بغيظ وقالت: اه، بأمارة الخاتم الألماظ اللي اخدته منه؟ مش مصدقني؟ طب اطلع فتش اوضة نومها وانت تلاقيه اداهولها لما طلعت له المكتب، وشوف بقى كان مقابل ايه. طلع مازن زي المجنون وفتش أوضة نومهم، لكن المفاجأة إنه لقى الخاتم فعلا. والصدمة خلته في حالة ذهول. لكن فجأة خرجت ليلى من المطبخ وهي شايلة صينية وعليها عصير مانجا وكيك بالشوكولاتة، وقالت بهدوء: اتفضلي يا حماتي، اتفضلي يا طليقة جوزي، عصير وكيك احتفالا بخيبتكم. خلاص طبختم الطبخة سوا وعايزين تلبسوها لي؟ رد مازن بذهول وقال: احنا مطلعين الخاتم الألماس ده من دولابك، هتقولي ايه تاني يا ليلى؟ انا بس عاوز اعرف الخاتم وصل دولابك ازاي. قوليلي اي حاجة وانا هصدقك. طول عمري كنت بسأل ازاي واحد محترم وطيب زيك يتجوز واحدة زي سلوى، لكن لما عاشرت والدتك عرفت انها نسخة منها. رد مازن بحزن وقال: طبعا امي هي اللي دخلت سلوى شقتي،
وحطولك الخاتم في هدومك، صح؟ للأسف وده فيديو وهي بتفتح دولابي وبتحط الخاتم عشان تتهمني في شرفي وتخرب بيتي. خلاص يا ليلى، أنا هريحك منهم. أنا هسافر وهاخدك معايا. ابن عمي كان جايب لي عقد في كندا من زمان، وكنت بأجله عشان ما اسيبش أمي لوحدها، بس خلاص أنا ماليش أم. ردت فوقية بخوف وقالت: لا يا مازن، ما تسيبنيش يا ابني، أنا عملت كل ده عشانك، كنت عاوزة لك واحدة غنية تتسند عليها، ما كانش قصدي أزعلك يا ابني. مازن المرة دي ما سمعش والدته ولا حتى بصلها، لكن لم هدومه هو وليلى وسابوا البيت اللي وجودهم فيه أصبح مستحيل. وبعدها بشهرين سافروا كندا وقدروا يفتحوا مكتب هندسي خاص بيهم، وعملوا شركة ناجحة جدا، وقدروا يحولوا المحنة لمنحة. وهنا خلصت حكايتنا. أتمنى إنها تكون عجبتكم، واستنوني في قصة جديدة من قصص معيوكة، وفي أمان الله.